اهلا حلمي، شغلتني عليك يا حلمي. ايه اللي اخرك لغايه دلوقتي؟ اوامر الرئيس الجديده يا ستي ان مفيش حاجه تستنى لتاني يوم. انتهت ايام زمان اللي كانت الاوراق بتقعد بالشهور في المكاتب ومصالح الناس متعطله. دلوقتي غير زمان يا حلمي، وهي دي الطريقه اللي تخلي العمل مظبوط. المهم الحمد لله اللي جيت بالسلام. ايوه. مالك يا حلمي؟ في حاجه مزعلك؟ ابدا يا ناهد، بس الواحد بيدفع الثمن غالي. ليه بعد الشر؟ ما احنا كويسين قوي والحمد لله. لو كنت كملت تعليمي ما كناش بقينا بالشكل ده، انما الظروف كانت وحشه. احنا احسن من غيرنا كتير والحمد لله، اسمتنا كده وحاجه كويسه قوي. مصاريفنا كتير يا ناهد، والولاد طلباتهم كتير ما بتخلصش. وانت كمان يا ناهد انت بتتعبي طول النهار، عماله تشتغلي وقاعده على مكنه الخياطه. وايه لزوم الكلام ده دلوقتي؟ صعبان عليا نفسي قوي. 30 سنه في الخدمه ولسه في الدرجه السادسه. يوه، هو احنا ناقصنا حاجه؟ ما احنا عالة هو الحمد لله. وبكره وفاء تخلص الجامعه ونستريح من مصاريفها، واخواتها اللي قدرنا عليها يقدرنا على الباقي. روق يلا بقى اقلع هدومك وانا احضر لك الاكل. ايوه والله فكرتيني بالاكل. تصوري انا لغايه دلوقتي ما فطرتش. ده انا عامله لك حته اكله انما تحبها موت. ربنا ما يحرمنيش منك يا نهوده. يا خبر، دي الساعه بقت 4. اوام يا ناهد قبل ما حد يجي من الزباين. حاضر. شوفي مين يا حليمه. حاضر يا أبلة ناهد. الست ناهد موجوده؟ أيوة يا فندم، اتفضلي. مين يا حليمه اللي جه؟ واحدة هانم، يظهر إنها زبونة جديدة. طيب عن اذنك يا حلمي دقيقه واحده اشوف الست دي عاوزه ايه. بس بسرعه احسن انا جعان قوي. حالا يا اخويا حالا. اهلا. اتفضلي يا فندم. اظن الهانم دي اول مره تشرفنا فيها. والله فستان عزة هو اللي جابني. عزة هانم؟ يا سلام، دي ست اميره قوي وزبونتي من زمان خالص. وهي كمان بتشكر فيكي، والحقيقة أنا شفتها بالفستان اللي انت مفصلاه كان جنان. ده بس من ظرف حضرتك، انا في خدمتك. ادي يا ستي حتة قماش عاوزاكي تفصليها لي. طيب يا ستي. الله، ايه الذوق الجميل ده؟ لا ده انت ذوقك هايل جدا، انا ما اقدرش على كده. متشكرة، بس أنا عاوزة الفستان أجمل من فستان عزة. ان شاء الله، ده هيبقى على حضرتك جنان. وحضرتك بقى تحبي الديكولتيه واسع او مثلا موديل يكون ضيق، ولا تحبي افصله سبور؟ طيب فكرك يا ناهد، أيوة. القماش ده يليق واسع ولا ضيق؟ والله ده حسب رغبتك، ينفع كده وينفع كده. المهم أنا عاوزاه فستان كويس وخلاص. طيب زي ايه مثلا؟ شوفي بقى يا ستي، ايوه عاوزاه ديكولتيه واسع بس يكون معقول شوية، أحسن الدكتور بتاعنا صعبة حبتين، وكمان الجونيلا ما تكونش ضيقة بس تكون مظبوطة. عينيا الاتنين. هو البي بتاع حضرتك دكتور؟ أيوة دكتور باطني. ليك حق، حاكم الدكاترة دول يحبوا تنفيذ الأوامر بمنتهى الدقة. مش كده ولا إيه؟ طيب في كتالوج يمكن يعجبك فيه حاجة. ثانية واحدة أجي. برضو أحسن. اتفضلي. إيه رأيك في الموديل ده؟ صدره واسع شوية. طيب إذا كان يعجبك الصدر يعني، طيب نضيق شوية. طيب والصدر ده ينفع على الجونيلا دي؟ ممكن قوي، بس نعمل فيه شوية تعديلات. الله، على فكرة الهانم اسمها ايه؟ عليا. اهلا وسهلا، تشرفنا. اصل ذوقك جميل جدا، ذوقك جميل في القماش، ونساني الحكاية دي نسأل على الاسم يعني. طب يا ستي بقى، وبتاخدي كام؟ يا اخي ما فيش فرق، المهم الفستان يعجب حضرتك. على فكرة انت عندك مانع ان الدكتور يحضر البروفا اذا كان فاضي؟ ابدا، يشرف في اي وقت. بس ده متعب. لا ما تخافيش، كل طلباته هعملها يا علي هاني. لا ان كان عليه هو عاوزني اخرج بكم طويل وبفستان زي هدوم زمان. ما تخافيش، هريحه وانفذ لك طلباتك، ما يكونش عندك فكرة. والبروفا امتى؟ البروفا امتى؟ انا عندي شغل. طيب بعد 3 ايام تتفضلي تعملي بروفا، وبعد 3 ايام تستلمي الفستان. كويس. تسمحي اخد المقاس؟ اتفضلي.
يا حليمة هاتي ورقة وقلم، تعالي. حاضر. يا سلام، جسمك جنان. 45. حاضر. 45. 36. 36. 75. 75. طيب دراعك يا فندم. طيب الفستان هيطلع هوسة وبكرة هفكرك. على الله. طيب استأذن انا بقى، ميعادنا بعد 3 ايام إن شاء الله. أوروفوار يا ناهد. أرفاري عليا هاني، أنست وشرفت. الله يأنسك يا حبيبتي. متأسفة يا حلمي، متأسفة اتأخرت عليك شوية، أصلها زبونة جديدة. لا قومي بقى حضري الاكل قبل ما حد يجي تاني. طب ما تيجي ناكل على الترابيزة اللي في المطبخ أحسن. مفيش مانع يا ستي. يلا يا سيدي. يا سلام عليك يا ناهد، اهي دي الاكله اللي انا بحبها قوي. مش قلت لك اوعى تكون زعلان مني اللي اتأخرت عليك، لكن انت السبب، اتأخرت لغاية ميعاد شغلي ما جه. معلش يا ستي، ادي احنا طول عمرنا كده. الله، امال فين وفاء؟ مش سامع لها صوت. وفاء النهارده عندها امتحان وخرجت من الساعة 3. بنتي دي تعبت كتير السنه دي، اهي اخر سنه ليها وربنا ياخد بيدها. ولا اخواتها يا حبة عيني، تخلص مذاكرتها من هنا وتنتبه لاخواتها من هنا. هتعمل ايه يا ناهد؟ هتعمل ايه؟ ما هي عارفه البير وغطاه. الحقيقة يا حلمي البنت عاقلة قوي وفاهمة الحياة كويس قوي. كل طلبة كلية التجارة كده، حياتهم بحساب وخطواتهم بحساب. يا ترى هتعمل ايه لما تتجوز؟ ربنا ياخد بيدها ويجيب لها عدلها. يا رب يا رب اشوفك يا وفاء يا بنتي وانت كده في مركز عظيم. الحمد لله يا حلمي، احنا كنا فين؟ الحمد لله الحمد لله، انا شبعت. لما اقوم انا بقى انام لي شويه. طيب اخويا، وانا هقوم اشوف شغلي. وفاء اهلا مجدي. ايه انت اتاخرت في الامتحان ليه؟ اعمل ايه؟ ده حته امتحان. هو البكالوريوس لعب؟ دي السنه دي بالسنين كلها. ايوه فعلا. تصور يا مجدي، انا قعدت اذاكر من الفجر لغايه ما جيت اللجنه. ياه. وانت عملت ايه؟ لا ما تخافيش عليا، كله تمام. اهلا مجدي. اهلا أهلاً. فتحي، اهلا. ها عملت ايه يا مجدي؟ لا كويس قوي. وطلعت مجمل الربح كام يا ترى؟ 5800 جنيه. الله، والارباح والخسائر؟ الارباح والخسائر يا سيدي افتكرت. ها 2650 جنيه. ها ليه بقى؟ امال الاستهلاك يطلع كام على كده؟ 150 جنيه. طب والمصاريف الاداريه؟ 340 يا جنيه. سلام يا سلام، يبقى كله عندي صح. برافو يا مجدي، برافو. يا سلام. إيه، طمنيني، وانت عملت ايه؟ انا مطمئنه لكل اجاباتي. طيب عن اذنكم بقى يا جماعه. طيب اتفضل، مع السلامه. سلام عليكم. سلام. انما قولي لي، نعم. ايه الشياكه دي كلها؟ تعرفي فستانك النهارده جنان. فستان الامتحان؟ لا ده فستان البكالوريوس. ان شاء الله انا وانت يا مجدي. وان شاء الله كده لو ربنا خد بيدنا ونجحنا هيكون موقفنا ايه؟ من جهه ايه يعني؟ اقول لك، يعني كنا الاول بنشوف بعض كل يوم، ودلوقتي هتفرقنا الايام طبعا. ومين اللي قالك كده؟ الجامعه. بالعكس، مين عارف. يعني موافقه؟ على ايه؟ بعدين معاكي بقى يا وفاء. ما تسيب الحكايه دي يا مجدي دلوقتي لغايه ما تظهر النتيجه. تبقي موافقه. المهم موافقتك انت وعيلتك. وهم يلاقوا واحده اجمل ولا اكمل منك؟ مين عارف الظروف يا مجدي. انت خايفه من حاجه؟ من ناحيتي انا لا. وانا كمان من ناحيتي لا. نبقى نستنى شويه، ما نسبقش الحوادث. مش كفايه السنين دي كلها؟ انا من النهارده همهد للحكايه عند بابا وماما. طب افرض انهم رفضوا. لا مش ممكن، انا عارف بابا وماما كويس. افرض يعني. انت عايزاني افترض حاجه مش معقوله؟ كل شيء جايز. هو صحيح بابا شديد شويه، انما ماما تقدر تيسر لي كل حاجه. واذا كان هيعترض طريقنا عقبات تقدر تذللها. مفيش حاجه اسمها عقبات قدام الحب. مادام كده تسمح لي اكلمك بصراحه شويه يا مجدي. او اتفضلي. تقدر تقول لي ايه اللي عرفته عني؟ اولا زميلتي، وثانيا حبيبتي، وثالثا كل حاجه فيكي كويسه، اخلاقك وطبعك واصلك. كل ده كويس واشكرك عليه، انما منين عرفت اصلي؟ كل اناء ينضح بما فيه. طيب مش احيانا بيكون الاصل كويس انما الزمن مش كويس؟ طب واحنا مالنا ومال الزمن بقى؟
دلوقتي انا مؤمن بحبك ومعتقد ان مفيش حاجة ابدا هتقدر تقف قدامنا. حتى أهلك؟ اهلي كل امنيتهم سعادتي، وانت سعادتي. والله يا مجدي أنا خايفة من أهلك. وليه الاوهام دي بس؟ لا دي مش أوهام، إحنا بتوع حقائق وأرقام وتعلمنا كده. طب تسمحي تقولي لي خايفة من اهلي ليه؟ في فرق بين عيلتنا وعيلتكم. أنت باباك دكتور كبير، وأنا بابايا موظف صغير. بقى دي افكار واحدة خريج التجارة؟ طبعا لا، بس أنا بتكلم بعقلية المجتمع اللي إحنا عايشين فيه. مفيش حاجة دلوقتي اسمها غني وفقير، كلنا واحد. ده كلامك أنت يا مجدي، ودي الحقيقة، بس تقدر تقنعهم بكده؟ ولا باباك أنت زي ما بتقول باباك شديد؟ عجلة الزمن أسرع من بابا ولازم يجريها. وإذا اعترض تقدر تخالفه؟ هو صحيح ربنا على الطاعة لأوامره، بس دي مسألة تخصني أنا. طيب إحنا اتأخرنا، مش نروح بقى؟ وهنتقابل إزاي؟ في البيت. احنا هنهزر؟ أنا بقول لك جد. إزاي بقى؟ إحنا مقابلاتنا كلها أيام الدراسة كانت مقابلات مشروعة تحتمها الزمالة والدراسة، إنما بعد كده لازم مقابلاتنا تكون على أسس سليمة يقرها المجتمع والتقاليد بتاعتنا. وأنا موافقك، وده كلام سليم طبعا، وموقفك ده خلاني أتمسك بيكي أكتر وأكتر. طيب أقدر أقول لك أوروفوار يا مجدي؟ طب افرضي دلوقتي إن ماما عايزة تجيلكم. ليك حق في السؤال ده. يوم ما تطلع النتيجة أنا هكلمك في التليفون وهنيك وأقول لك على عنوان البيت بالظبط. ده كلام جميل، وأنا من دلوقتي همهد لحكايتنا. اللي فيه الخير يقدمه ربنا. أوروفوار يا مجدي. أوروفوار يا وفاء، مع ألف سلامة. خلصتي السراجة يا حليمة؟ بشطب فيها يا أبلة. وبروفة بوسينة هانم أحسن ميعادها النهاردة. جاهزة يا أبلة. لما تخلصي السراجة اكوي فستان ست عزيزة لأحسن ميعاد تسليمه النهاردة. حاضر يا أبلة. وفاء، مالك يا بنتي؟ شايفاكي قاعدة سرحانة كده وما بتتكلميش. أبدا يا ماما، بس تعبانة شوية. معذورة يا بنتي، الحقيقة انت تعبت السنة دي قوي، خصوصا يوم الامتحان دول. ربنا ياخد بيدك، معلش. أنا عملت اللي عليا يا ماما. ربنا معاك يا بنتي، بكرة بقى إن شاء الله تبقي محاسبة قد الدنيا. أنا نفسي يا ماما ردلك الجميل. جميل إيه يا عبيط؟ يا سلام يا ماما، هو أنت تعبتي شوية؟ ولا بابا اللي حارم نفسه من كل حاجة علشان يربينا؟ المهم تبقوا كويسين، ودي رسالتنا. الفضل ليك يا ماما انتي وبابا. شوفي مين يا حليمة، شوفي مين. حاضر يا أبلة. الست موجودة؟ أيوة اتفضلي. بوسينة هانم يا أبلة. أهلا 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 وسهلا. أهلا بك. فستانك اتصلح وبقى عال. دقيقة واحدة أجيبهولك عن إذنك. فستان بوسينة هانم يا حليم. ده لسه ما اتصلحش. طب هاتيه يا عبيطة، دلوقتي هتشوفي. أيوة يا بوسينة هانم، اتفضلي. تسمحي بقى تقيسي الفستان بعد ما صلحت تحت البطن؟ ان شاء الله يكون بقى كويس. ان شاء الله. وقتي هتشوفي. الله، شفتي بقى مظبوط عليك ازاي؟ انا متشكره قوي. اهو دلوقتي بقى عارف. شوفي مين يا حليمه. حاضر. الست زكيه. اتفضلي يا ست زكيه. اهلا، ازيك يا ست ناهد؟ خلصتي الفساتين اظن بتوع العروسه؟ طبعا. طيب يا ستي، وادي كمان حتتين اهمت عشان تفصليهم حسب الكتالوج اللي شافته لما كانت هنا. استأذن بقى. انا متشكره قوي على تعبك. يا سلام، تعبك راحه. المهم انك تكوني مبسوطه من الفستان. بعد كده ما يبقاش بقى. كتر خيرك يا ناهد. مع السلامه يا بوسينة. الله يسلمك. ايوه يا ست زكيه، دلوقتي بقى وصلك 8 فساتين. ايوه يا ست ناهد، ما هم دول اخر حتتين. وعارفه الحساب كام؟ لما اجيب لك فستان الفرح الجمعه الجايه ان شاء الله نبقى نتحاسب، وتكون العروسه جات من البلد وربنا يسهلها. ربنا يتمم بخير. عن اذنك انا بقى يا ستي. مع السلامه يا ست زكيه. الله يسلمك. لسه قاعده سارحه يا وفاء؟ ابدا يا ماما. الا قولي لي،
نعم يا حبيبتي. انا سامعه حليمه بتقولك الفستان لسه ما اتصلحش، ازاي بقى خدته الست صاحبته؟ ده سر الصنعة يا وفاء. هقولك، فيه زباين يتهيألها ان الفستان مش مظبوط، وتكون غلطة مكوى او اي حاجة بسيطة، اقوم اوافقها واظهر لها ان كلامها صحيح واخليه يومين، ولما تيجي افهمها انه الصلح. فهمت يا وفاء؟ وتخرج الزبونة اخر انبساط. ده صحيح يا ماما. طب والست زكيه اللي عماله تجيب فساتين وتاخد فساتين وما بتدفعش الاجره؟ وماله يا بنتي؟ ازاي يا ماما بس؟ ما هي تاخد الفساتين وما بتدفعش. هو قعدك في البيت هيخليكي تعرفي سر الصنعة كلها ولا ايه؟ لا ابدا، انا بس بقول مجرد ملاحظه. اقول لك يا ستي، بقى الست اللي من الصنف ده فاهمه انها تقدر تضحك على الخياط. ازاي بقى؟ فاهمه انها لما تجيب فساتين جداد كل مره تجيب حتتين، كل مره تجيب حتتين، تقوم تاخد 8 فساتين وتخلي حتتين زي مسمار جحا. أيوة. يعني يبقى حق التفصيل في الفستانين اللي عندي، وطبعا تمنهم مش قد الاجره. طبعا يا ماما. اقوم بقى في الحالات اللي زي دي اعمل نفسي عبيطه وافصل وافضل ماشيه معاها زي ما هي عايزه، ولما تجيب فستان الفرح ايه ما تستلموش إيه؟ الا اذا دفعت الاجره كلها طبعا. دي الايام علمتك حاجات كتير. صحيح كل الفساتين مش مهمه قد فستان الفرح. الواحد يا بنتي ما يتعلمش بلاش. انما قولي لي، انا شايفاكي كده من يوم ما خلصت الامتحان وانت مش عاجباني. ابدا يا ماما، انا مجاوبه كويس وراجعت الاجوبه مع واحد زميلي ولقينا اجوبتنا صح. كده وزميلك ده ده شاب كويس يا ماما، معايا في الجامعه من سنه اولى لغايه ما خلصنا سوا. فهمت. ابدا يا ماما، والله مش زي ما انت فاكره، ده مجرد زميل وصديق. كمان يا ماما اخلاقه كويسه قوي ومن عيله محترمه. وبس؟ وحياتك يا ماما ما في غير كده. زميلك ده يعني ما فتحكيش في حاجه؟ زي ايه؟ جواز يعني، او حاجه زي اللي بيتكلموا فيها الشبان اللي زيكم يا بنتي. يا ماما. يبقى الفستان بعد التعديلات دي كويس، الصدر يتضيق شوية والجونيلا توسع. حاضر، كل اللي حضرتك عاوزه هعمله. مش قلتلك ان البيت بتاعنا؟ قصدك تقولي من الدقة القديمة؟ لا 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 لا، مش قصدها. هي تقصد ان الواحد لما يكون عنده حاجة حلوة يحب يحافظ عليها. والقماش لما تفصل بقى جميل خالص. ده هايل وعليكي جنان. الحقيقة اننا تقدمنا قوي في صنع الأقمشة. احنا تقدمنا قوي قوي فعلا، وخصوصا الترجال والمهير احسن من صنع بره 100 مرة. ولا الصوف وليه، والانجورا والبوكليت. الحقيقة يعني بقت صناعة محلية بتضرب البضاعة الخارجية دلوقتي. طيب نقوم بقى، احسن مجدي زمانه جه. ما تخافش، انا قلت له ان اتأخرنا